في ناس كتير قوي وقعت من غير ما تحس في فخ شكله مغري اسمه الربح السريع. أرباح كتير في وقت قصير، حلم بيلمع في عين كل حد بيحاول يطلع من ضيق الحال. بس الحقيقة إن ده مش حلم، ده فخ، واللي بيقع فيه بيتحول من شخص حالم لشخص مدمن. أيوة مدمن، ما تستغربش، مدمن على أرباح، مدمن على ضربات حظ، مدمن لايكات ومكاسب وهمية. مش بيشوف ومش بيفكر، بيجري ورا السرعة وبيفتكر إن التأخير خسارة وإن الصبر ضعف. والمصيبة بقى إنه لما يتشد الفيشة، لما الربح يتأخر ولما المكسب يتحول لخسارة، بيعيش أعراض انسحاب حقيقية: توتر، ندم، عصبية، كره لنفسه، شك في كل حاجة. زيه زي اللي كان واخد جرعة واتفطم غصب. الفلوس مش غلط، بس طريقة السعي ليها هي اللي تحدد إذا كنت ماشي في طريق نجاح ولا طريق هلاك. كل ما تحس إن أنت مستعجل، ارجع اسأل نفسك سؤال: هل ده رزق ولا لهفة؟ هل ده سعي ولا جشع؟ هل أنا بتاجر ولا بمرن نفسي على الحرام من غير ما أحس؟ الربح السريع مش دايم، والمكسب اللي بيجي من غير تعب بياخد معاه راحة بالك وكرامتك وإيمانك بنفسك. لكن الشغل الصح هو البناء على مهلك، النمو حتى لو بطيء، ده اللي بيفضل وبيبارك وبيعلى وبيزيد مع الوقت. ربنا يحفظنا من الطمع ويرزقنا وعي نميز بيه بين الفرصة والفخ، ويرزقنا الرضا اللي هو أعظم كنز ممكن تمشي بيه في الدنيا. وربنا يرزقنا القرب منه، لأن القلب القريب من ربنا مش هيجري ورا السراب، هيمشي ثابت ومطمئن وواثق إن ربنا هيرزقه.